صباح الخير يا خواجه ليفي. ايه مالك؟ لا سلامتك يا سعادة البيه. نمت الليله؟ لا. ليه لا؟ اصلي بصراحة مش متعود على الامان. ما تخلصني بقى يا بيه. خلصك من ايه؟ ما هو سعادتك اللي هتقول لي. شوف يا ليفي. لا هو ايه اللي لا؟ بصراحة بقى الحكاية دي مش داخلة دماغي خالص. حكايه ايه؟ حكاية يا سعادة البيه اعمل معروف، اعمل معروف. هدي اعصابك شويه. انا مش عاوز اهدى، انا مش عاوز اهدى، انا عاوز افهم. عايز تفهم ايه؟ يا محسن بيه، يا محسن بيه، الله لا يسيئك، الله لا يسيئك. ما تبقاش انت والزمن عليا، ده انا تعبت قوي. عارف؟ لا مش عارف، والله ما تعرف اي حاجه. انت ما تعرفش انا شفت ايه وتعذبت ازاي، والدنيا لطمتني قد ايه. يا فندم، يا فندم، انا لسه ما كملتش 26 سنه، لكن شفت اللي ما شافوش 10 رجاله كل واحد فيهم عاش 100 سنه. ثم 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 ايه؟ ثم ان حضرتك اكرمتني، خرجتني من السجن وجبت لي اكل واديتني فلوس. وانا بصراحه بقى عمري ما اتعودت اعض الايد اللي بتتمدلي، ولا حتى عمري عضيت الايد اللي بتضربني. وعلى فكره بقى يا محسن بيه، انا كان ممكن اهرب منك امبارح. تهرب؟ ايوه اهرب، واحنا واقفين في طريق مصر الجديده بالعربيه كان ممكن افتح الباب واجري. مش كان ممكن بس، انا فكرت فعلا في الهرب. ما تبتسمليش قوي كده، يعني ما تبتسمش قوي، سعادتك لسه ما تعرفنيش. بلاش دي. 3 بالله العظيم 3، انا لو كنت جريت ما كان ممكن تحصلني حتى لو كان ليك 10 رجلين. طب وما هربتش ليه؟ مش عارف، ولغايه دلوقتي مش عارف ليه. يا محسن بيه، يا محسن بيه، الله لا يسيئك، فهمني بقى ايه الحكايه. ما انت هتفهم. امتى هفهم؟ كله في وقته. اذا كان سعادتك عايز تعرف اي حاجه عن اليهود انا مستعد انا اجيب. مش عايز منك دلوقتي غير حاجتين اتنين بس. ايه هما؟ اول حاجه انك تطمن تماما. يعني تك على زرار كده يطمني؟ لا، انك تثق فيا. اثق فيك يعني من باب للطاق كده، ولا عشان خاطر غدا او 10 جنيه؟ ليفي، تاني؟ هي دي بقى الحاجه التانيه اللي انا عايزها منك. حاجه ايه؟ انك تنسى حكايه رأفت الهجان دي نهائي. شفت بقى؟ ايه مالك؟ سعادتك طلبت مني الحقيقه قلتها، وبرغم من كده ما انتش مصدقني. مين اللي قال؟ ما انت سعادتك لسه بتقول لي انسى حكايه. يعني سعادتك مصدقني؟ بكل تاكيد. طب ليه؟ وليه ما صدقكش؟ لانك زيك زي غيرك، زيك زي كل الكره الارضيه، زيك زي بقيه الناس. وانا بعاملك زي بقيه الناس؟ طب ليه؟ وليه لا؟ الملف بتاعي، تاني ملف. المصايب اللي على دماغي، التهم اللي ضدي، الاسامي اللي سعادتك سمعتها، جوازات السفر. ايوه مالها الحاجات دي كلها؟ ايه اللي مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ واعمل فيها ايه؟ يعني ايه ده بقى؟ اولا انت من النهارده مالكش ملف نهائي. والتهم؟ ولا فيش تهم. محسن بايه؟ انت من النهارده صاغ سليم. يا حلاوه. شوف يا ليفي، انت من دلوقتي زيك زي اي مواطن شريف. الفرق بين الماضي وبين دلوقتي بس هو انك بقيت ليفي كوهين، وانت وشطارتك بقى. شطارتي؟ يعني عايزين نملى الملف الجديد. اذا كان كده انا تحت امر سعادتك، بس بشرط. ايه هو؟ انك يعني سعادتك في يوم من الايام تبقى تفهمني بس ايه الحكايه. اكيد هفهمك. ودلوقتي بقى سعادتك عاوز مني ايه بالظبط؟ ابدا، عايز اعرف حكايتك من اولها وبالتفصيل.
هتصدقني؟ اصدقك. شوف يا سيدي، انا اسمي رأفت علي سليمان الهجان. ابويا الله يرحمه هو الاستاذ علي سليمان الهجان، كان ناظر مدرسة النجاح الثانوية للبنين. مرات بابا الله يرحمها ماتت وسابت له اخواتي الثلاثة، عادل وسليم ومحمود الهجان. كانوا صغيرين. اضطر والدي الله يرحمه انه يتجوز والدتي علشان تساعده في تربيته، وخلفني انا وشريفه. شريفه اختي كان الوحيده اللي اصغر مني. شريفه دي اصلها اخر العنقود. انا كنت متدلع صحيح، لان والدي الله يرحمه كان بيحبني قوي، وكان بيوصي اخواتي عليا، خصوصا بعد ما ماتت والدتي. كان عندي 5 سنين وشريف اختي كان عندها 3 سنين. انا كنت متدلع صحيح، لكن ما كنتش فسدان. وبعد موت ماما ب2 مات والدي الله يرحمه، وسابني انا وشريفه لاخواتي. يوم ما مات حسيت ان الدنيا بتدور لي وشها الوحش، وساعتك بقى ممكن تخمن ايه اللي حصل. لكن في الحقيقة الصدمة الأولى بالنسبة لي كانت لما خدت شهادة الابتدائية. في اليوم ده كان محكوم عليا بحاجات أنا مش فاهمها، وبدل إخواتي ما يفرحوا بنجاحي قعدوا إخواتي يتخانقوا علشاني. يا سليم، رأفت جاب مجموع يدخله أي مدرسة ثانوي بنص مصاريف وهو مرتاح. ده بيتهيألك. يبقى نحاول، وإذا فشلت المحاولة يبقى عملنا اللي علينا، وساعتها يبقى عندنا حجة إن إحنا دخلنا أخونا مدرسة الصنايع وما ضيعناش مستقبله. قدر يا سيدي إنه خد مجانية كاملة مش نص مجانية حتى، تضمن منين إنه يحافظ عليها 5 سنين؟ وإحنا رحنا فين يا سليم؟ انا مش فاهم انت مهتم بالواد ده قوي كده ليه يا عادل؟ رأفت أخونا يا محمود. اخوك انت، انما انا لا. وطي صوتك، الواد يسمعك، حرام عليه. ما يسمع يا أخي، إحنا ناقصين وجع قلب. عيب يا سليم. ومش عيب على أبوك لما يروح يتجوز ويخلف بلوتين ويموت؟ انت فاهم ان ما يدخل ثانوي معناها ايه؟ معناها إن إحنا معناها يا سيدي إن إحنا هنصرف عليه 9 سنين، منهم 5 سنين ثانوي، وينجح ويخش التوجيهية، وبعدين يقول لك عايز أروح الجامعة. تقدر تقول له لا؟ مش هنقدر يا جماعة. ومين هيصرف عليه في الجامعة؟ ده غير اكله وشربه ولبسه، ومين عارف ايه هيستجد تاني. ده لو نجح ولا سقطش ولا سنة. انتوا عايزين تضيعوا مستقبل اخوكم وتدخلوه مدرسه صنايع، وساعتها يبقى سيرتنا على كل لسان. انت مزعل نفسك كده ليه؟ بلاش يا سيدي، يخش مدرسه التجاره المتوسطه. ودخلت مدرسة التجارة المتوسطة وشفت الويل 4 سنين، ورغم كده ما سقطتش في ولا سنة. كنت بجيب الدرجات النهائية في الإنجليزي والفرنساوي وماسك الدفاتر. وعندك المدرسة روح اكشف على الأوراق فيها. وسنة ما بقيت في الدبلوم اتجوز أخويا سليم. ما كانش في حد في الدنيا ممكن يستحمل اللي أنا استحملته، وما كانش ممكن أنجح وأنا محرم عليا أخرج من باب أوضتي علشان أخش الحمام غير بعد ما أخبط على الباب وأستأذن. ما كانش ممكن. والأول مرة في حياتي عرفت معنى السقوط. وعدت السنة، وتاني سنة ليا في الدبلوم جوز أختي شريفة وهي سن 16 سنة للملازم محمد رفيق اللي بقى صاغ دلوقتي. ولقيت نفسي قدام أعاصير من الإهانات والتجريح. واحد بيقول لي في كل تصرف بعمله امشي اطلع بره،
مع كل لقمة باكلها بالسم الهاري. حتى شريفة اختي ما كنتش اقدر اشوفها ولحد دلوقتي وقت ما انا عاوز، لان جوزها كان مصدق الكلام اللي بيقولوه عليا اخواتي. وفي يوم من الايام اخويا سليم طردني بوضوح، طردني من بيت ابويا، قال لي امشي اطلع بره. طب اروح فين؟ ما لقيتش قدامي غير بيت شريفه، وبصراحه كنت جعان وما كانش معايا ولا مليم. في اليوم ده اكتشفت ان مجرد زيارتي لشريفه غير مرغوب فيها. طب اروح فين؟ اكل منين؟ اشتغلت في السينما وطلعت في كام دور، يعني اقول فيهم كلمه ولا كلمتين، لكن بعد كام شهر حسيت اني منفعش. وفي يوم قريت اعلان عن وظيفه في شركه شيل، دخلت الاختبار ونجحت وتعينت في البحر الاحمر. وفي يوم نزلت اجازه، وقبل ما ارجع عديت على المركز الرئيسي، لقيت نفسي منقول للقاهره. ما كانش ممكن اقبل، قدمت استقالتي. طب ليه؟ ده انا ما صدقت اني ابعد عن مصر يا محسن بيه. وجودي في مصر كان عذاب بالنسبه لي. حتى شريف اختي ما كنتش اقدر اسال عليها ولا اطمن عليها في التليفون، لان حسيت ان جوزها بيستعر مني. وانا ما يهونش عليا زعل شريف، وما يهونش عليا برضه ابقى جنبها ولا اسالش عليها. انت مصدقني يا محسن بيه؟ ايه اللي يخليني ما اصدقكش؟ لان انا نفسي مش مصدق. كل ما اروح في حته يطلع لي فيها عفريت. ليه؟ واشمعنى انا؟ طب اروح فين؟ قول لي ساعتك انت يا محسن بيه، اروح فين؟ هرجبالي، انت واثق من دقة معلوماتك عن القصة دي؟ كل الثقه، لكن ليه السؤال ده؟ وانت بتحكي لي بتفكرني بالتراجيديا الكلاسيكية في القرن ال19. اقدر اعرف ايه اللي بيضحكك؟ اصل انا اول مره سمعت الحكايه دي من محسن ممتاز، فكرتني بفنان الكوميديا المصري نجيب الريحاني. كوميديا؟ ايوه كوميديا فراو سامحون. فراو هجان من فضلك. فراو هجان. يبدو ان الشعب المصري من طول ما عانى على مدى قرون متصله من المآسي ملقاش وسيله يواجه بيها المآسي دي غير انه يسخر منها. مسرحيات نجيب الريحاني وافلامه كانت بتعالج مشكله المواطن المصري البسيط اللي بتطحنه ظروف الحياه. كان بيعالج ده بسخريه شديده جدا كانت بتخلي الناس تدمع من كتر الضحك. وعلى العموم دي ما كانتش غير البدايه، مجرد البدايه. البداية؟ ايوه، رحت لذكري بيه في اسكندريه، ما كانش قدامي سكه تانية. واشتغلت في شركه الملح والصودا؟ ووصل اعجاب الراجل بيا لدرجه انه كان عاوز يجوزني بنته، والراجل موجود لغايه دلوقتي في اسكندريه، ممكن حضرتك تروح تساله، واسمه ذكري بيه محفوظ. طب وليه ما اتجوزتش بنته؟ اياميها كنت بذاكر للثقافه نظام 4 سنين، وكنت بستعد لتحقيق حلم عمري في اني ادخل الجامعه. في يوم من الايام بعتني ذكري بيه مكتب الشركه في مصر علشان افتش عليه. كان اللي ماسك المكتب واحد اسمه رزق افندي. الراجل ده كان غريب جدا، كان حرامي لكن انسان. ازاي؟ بعد ما استلمت منه المكتب حطيت ايدي على بلاوي كتيره، وكلمت ذكري بيه بالتليفون، قلت له على كل حاجه. ذكري بيه بعت لي لجنه عشان تستلم مني المكتب. عظيم. ولا عظيم ولا حاجه، وكل حاجه عظيم، مفيش اي نوع من العظم ولا عظيم ولا اي حاجه. ليه؟ لان اللجنه لما جت تجرد مني الخزنه اكتشفت ان الفلوس اللي انا استلمتها ناقصه 1000 جنيه. يا رأفت يا فندي، لازم تشوف لك حل في الحكاية دي قبل الشركة ما تبلغ النيابة والحكاية تكبر. عاوزني اعمل ايه بس يا رزق افندي؟ شوف، يمكن تكون نسيت وخدت الفلوس وسبتها هنا ولا هنا. حرام عليك يا رزق افندي، ده انا ماضيلك على ايصال. هو اللي عايز يسرق برضه يمضي وصل يدخله السجن. يا سيدي دور، انت خسران حاجة؟
الأوضة عندك، فتشها بنفسك. انا لا سمح الله مش هفتش، انا هدور. وايه الفرق يعني؟ فرق كبير قوي، كبير يا رأفت افندي. عملت نفسي مش واخد بالي، ما كانش قدامي ولا هممني حاجة في الدنيا إلا إني أخرج من المصيبة دي بأي شكل. رأفت افندي، انت طيب وعلى نياتك، والظاهر امك ده عيالك. الفلوس اهي. ليه؟ ليه يا رزق أفندي؟ ليه؟ ورجعت الفلوس؟ الفلوس رجعت أيوة، لكن أنا بقى اللي ما كانش ممكن أرجع أبدا. ليه؟ أنا عارف يا رأفت أفندي إن الغلطة غلطتي أنا مش غلطتك أنت، لأنك مش قد رزق. بس بس إيه؟ بس إيه يا سعادة البيه؟ بس رجوعك لوظيفتك في الشركة تاني أصبح مستحيل. طب أنا ذنبي إيه؟ أنا ذنبي إيه يا فندم؟ أنا متأكد إنك مظلوم، حتى أعضاء لجنة الجرد عندهم يقين إن رزق ضحك عليك، إنما القانون هو القانون. أنا كل اللي قدرت عليه إننا استردينا المبلغ وكفينا على الخبر مجور. ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ هدور على شغل يا فندم. فين؟ في أي حتة في الدنيا إلا مصر. ما تبصليش كده، أنا ما كانش ممكن أقعد في البلد بعد اللي حصل لي. أنا جه عليا وقت حسيت إن الناس مش عايزاني، مش اخواتي بس، لا، كل الناس. مصدقني يا محسن بيه؟ مصدقك يا ليفي. تصور سعادتك بعد ما حصل اللي حصل، اخواتي عرفوا، كدبوني وصدقوا رزق افندي. محدش صدقني غير شريفه وذكري. يا ليفي، ما هو انا لو حكيت لسعادتك اللي حصل لي بره مش هتصدق. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ قوم شوف. الغدا يا خواجة ليفي. حسابك كام؟ ده الحساب دفعه لفند اللي قاعد عندك ده. خدمة تاني؟ لا متشكر، متشكر جدا. طيب. ايه مالك؟ يا ترى ايه اللي ورا كل ده يا محسن بيه؟ انت دلوقتي تتغدى وترتاح، هعدي عليك بكره الساعه 10 ان شاء الله. ايه ده، مش هتتغدى معايا ولا ايه؟ ما انا لو اتغديت معاك مش هتلاقي حاجه تاكلها. في حاجه يا ليفي؟ ممكن يعني ابقى اخرج؟ اه طبعا. طب افرض افرض ايه؟ افرض يعني ان انا قابلت حد كده ولا كده. ما احنا اتفقنا زي ما قلت لك، انت تنسى اسم رأفت الهجان ده نهائي، حتى بينك وبين نفسك. انت من امبارح بقيت ليفي كوين. ايوه انا عارف ان انا من امبارح بقيت ليفي كوين، بس افرض يعني قابلت حد من اخواتي، حد من اصحابي، هقول له برضه ان انا اسمي ليفي كوين؟ اه طبعا ده وارد، والافضل انك تهرب من الموقف. حاول تتجنب اللقاء باي حد كان يعرفك. طب وزكاة الطوبة في المعطوبة؟ يعني حاول تنهي الموقف بسرعه.
طب واذا ايه؟ اصل بصراحه وانا في الحجز في اسكندريه قابلت واد يهودي اسمه ابراهيم سولومون. وده ماله ده؟ طول ما انا في الحجز وهو لازق لي، حبيت بصراحه يعني ابعده عني، حبيت بصراحه اخوفه. قلت له ان اسمي الحقيقي مش ليفي كوهين. هايل. هو ايه هو اللي هايل؟ اذا صادف وقابلته ما انا احتمال كبير اقابله لانه اصلا من مصر. يبقى خليك على موقفك. مش فاهم حاجه. خليه فاهم ان اسمك ما هواش ليفي كوين. الله. طب واذا سالني عن اسمي الحقيقي؟ هو ما سالكش في اسكندريه؟ هو سالني. قلت له؟ لا ما قلتلوش. خلاص ما تقولوش. اعمل اللي اتفقنا عليه وما تخافش. استبينا؟ استبينا. معنى كده انك لازم تعمل للولد ده تاريخ يا محسن. ايه؟ انا بدور على عيلة يهودية كانت عايشة في مصر وهاجرت منها من فترة معينة. لاحظ يا محسن ان اليهود بيبقوا عارفين بعض كويس قوي. لا مش دي المشكلة الوحيدة. قصدك ايه؟ الولد ده الانجليز جابوه منين؟ من الحدود مع ليبيا. يبقى عظيم لو العيلة دي هاجرت من مصر على ليبيا، على تونس، على المغرب. ودي تجيبها منين دي؟ ولازم تكون عيلة فقيرة. اشمعنى يعني؟ ولازم تكون معروفة. الله، ده انت عايز عيلة تفصيل بقى. مش بس لليهود، للمصريين كمان. طب واذا يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا يا سول عفيفي. ايوه يا فندم، انا حضرت لسعادتك كل الدوسيهات بتوع اليهود اللي هاجروا من مصر من سنة 30 لسنة 39 اهم. وعايزني امتى؟ ما هو لو سعادتك تقول لي حضرتك عايز ايه بالظبط كنت اقدر ادلك واريحك. عندك كام دوسيه؟ حوالي 320 دوسيه يا فندم. عندك استعداد تسهر الليلة؟ اسهر؟ ما انا سهران طبيعي يا فندم. طب انا اكيد هجيلك. مع السلامة. ايه الحكاية؟ عيلة يهودية تكون هاجرت من مصر قبل الحرب العالمية التانية مباشرة وطلعت على المغرب. معنى كده ان العيلة دي حضرت الحرب وهي في المغرب؟ صح. يبقى زمانها في خبر كان. هو ده اللي انا عايزه يا حسن، هو ده. عاوز ايه وبتاع ايه؟ اقعد يا استاذ وفهمني بتفكر في ايه. حبيبي يا حبيبي يا. هو ده؟ ايه يا سعاده البيه، هو ده الخواجه ليفي. ايه الحكايه؟ انت ليفي كوهين؟ ايوه انا ريفي كوين. خير؟ لو سمحت عايزينك معانا شويه. معاك على فين يعني؟ مديريه الامن يا حبيبي. طب وليه؟ بقول لك ايه، مفيش داعي للشوشره. شوشرة ايه؟ اتفضل معانا كده من غير دوشه. بس اوعى بس اتفضل معانا. ما تعمليش ما اعرفش ايه. بالشكل ده رأفت ممكن يروح إسرائيل من غير ما حد يشك فيه. بس لاحظ انك بنيت العمارة دي كلها على اساس انت لسه ما اعترتش عليه. يا فندم. ايه يا مجدي، خير؟ تقول ايه؟ امتى الكلام ده؟ طب بس اعرف لي هم خدوه على فين وانا هتصرف. مع السلامة. ايه الحكاية؟ البوليس قبض على ليفي كوين. ايه؟ يظهر ان تحرياتهم دلتهم على وجوده في الشقة دي. وهتعمل ايه؟
ولا حاجه، دي فرصه. انت اتجننت؟ الولد يفقد ثقته بيك. انا كنت لسه قايل لك ايه؟ ايوه، لما يتقبض عليه وهو عارف حاجه، ولما يتقبض عليه بالشكل ده حاجه تانية. المباحث لما تعرف ان في واحد يهودي ساكن فوق السطوح في اوضه وما يعرفوش ده بيعمل ايه، يدوروا له على ملف عندهم ما يلاقوش. ومع اللي بيعملوا اليهود دلوقتي في مصر من تخريب منشآت وتهريب اموال، ده كفايه بس تهريب الاموال اللي نازلين فيه زي الحريقه. تفتكر يسيبوه؟ ايوه، انما دي يا محسن لما يكون فرصه ان نختبر صلابته يا حسن، فرصه. وضح يا محسن. انا اتفقت معاه انه يقول لاي حد مهما كان ان اسمه ليفي كوهين. لو صمد يا حسن وتمسك بموقفه ولا انهارش، يبقى هيقدر يكمل. عن اذنك. على فين؟ على مصلحة جوازاته الجنسية. ورأفت الهجان. يا ريته يصمد يا حسن. يعني انت مصمم ان ليفي كوهين ده اسمك الحقيقي؟ يا سعادة البيه من فضلك. اسمك ايه؟ ما انا قلت لسعادتك. تشتغل ايه؟ على باب الله. يعني مالكش شغلانه؟ 7 صنايع والبخت ضايع. مولود فين؟ في اسكندريه. مالكش اهل؟ اهلي هاجروا. ابوك كانت شغلته ايه؟ صايغ. عنوانه ايه؟ ما انا قلت لسعادتك ابويا باع اللي وراه واللي قدامه. باختصار انت مش عايز تقول لنا انت مين؟ اكتر من اللي قلته. تعرف حد من الاربعه اللي قاعدين دول؟ ولا عمري شفتهم. اخر شغله اشتغلتها ايه؟ يا سعادة البيه انا قلت لسعادتك انا على باب الله. تعرف ايه عن شمعون برنار؟ ولا عمري سمعت عنه. يعني ما اشتغلتش معاه؟ يا سعادة البيه انا يعني ما هربتش فلوسك بره البلد؟ هو انا لا اكل. خلاصه انت عايز تعمل فيها بطل. يا سعادة البيه روح اقعد هناك. مين فيكم افرايم سلمون؟ انا افرايم يا سعاده البيه. عفارم عليك. انت يا افرايم سلمون؟ اصب لك شاي يا فندم. ها؟ الساعة بقت كام دلوقتي؟ ساعة. الفجر ادى من نص ساعة. تعبتك معايا يا اصول عفيفي. تعبك راحة يا فندم. بس ايه مالك يا عفيفي؟ ما هو لو سعادتك دلتني بس انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ كنت ادلك واساعدك بدل الهريه اللي احنا فيها دي يا فندم. وانا لو اعرف يا اصول عفيفي انك تقدر تساعدني كنت قلت لك. الله، على فين يا فندم؟ خلي كل حاجة زي ما هي لحد ما اجي لك بكرة ان شاء الله. قصدك النهارده؟ احنا خلصنا كام دوسيه لحد دلوقتي؟ 80 دوسيه. 80 دوسيه. بكرة ان شاء الله نخلص الباقي. بقيت ال 320. أنا لقيت لك الوظيفة اللي أنت كنت عايزها يا رأفت يا فندم. اللي انا عاوزها؟ أيوة، أنت مش كنت بتقول عايز تسيب البلد؟ يا ريت يا فندم يا ريت. أنا كلمت لك سعيد بيه متولي مدير شركة الملاحة بتاعت عبود باشا. هشتغل في البحر؟ حسب مؤهلاتك هتشتغل مساعد ضابط إداري على المركب لوتس. من حسن حظك بإن الوظيفة فضيت بقالها يومين بس، وكانوا هيعينوا فيها واحد معاه بكالوريوس تجارة، لكن سعيد بيه ما يقدرش يرفض لي طلب. ربنا ما يحرمنيش من سعادتك ابدا يا ذكري بيه. ولو طولت رقبتي كام سفرية ممكن تترقى وتبقى ضابط إداري على أي مركب من مراكب الباشا. أنا رقبتي سدادة يا ذكري بيه. أنت عارف مكاتب الشركة فين؟ طبعا يا فندم، نار على العلم. كويس. توصل لسعيد بيه تديله الكارت ده، وعلى بال ما توصل أنا هكون كلمته في التليفون. أنا شاكر الأفضال يا ذكري بيه، أنا شاكر الأفضال جدا.
كنت سرحان في ايه؟ وبعدين معاك يا ابراهيم. انت ايه ما بتتعبش ابدا؟ مش عايز تنام شويه؟ وطي صوتك وانت بتتكلم. حيطان لي ودان. تفتكر هيخرجونا امتى؟ علمك. واذا خرجنا قبلك نلاقيك ازاي؟ وعايزين تلاقوني ليه؟ يمكن تحتاجنا في حاجه. لما احتاج لك في حاجه يا حبيبي هبقى اجيلك. طب واذا احتاجنا لك احنا؟ وهتحتاجوني انتوا في ايه؟ اسمع بقى، احنا كلنا عارفين ان اسمك مش ليفو كوهين. انت بنفسك قلت لي ده في اسكندريه، حتى البوليس نفسه مش مصدق ان ده اسمك. اسمعني بس، انت شفت وسمعت بنفسك لما الضابط سالني عليك قلت له ان انا عمري ما شفتك ولا سمعت عنك، زي ما انت قلت بالظبط. انا من اسكندريه. وابعد عني يا ابراهيم وخليك في حالك. ابعد عن الشر وغني له. خليك في حالك احسن لك، فاهم؟ روح امشي مكانك. لان لو حد دخل علينا من العساكر دلوقتي يبقى مش هنخرج في سنتنا السودة دي. امشي 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 يا ابراهيم امشي. وهو فين دلوقتي؟ في الداخليه ومعاه 4 يهود تانيين. ما دخلتش حد معاه؟ ما كانش ممكن يا فندم الا اذا قلنا للداخليه. النيابه حققت معاهم؟ لا لسه، وما اعتقدش انها تحقق معاهم. ليه؟ انا كنت في مكتب الصاغ علاء ابو حمد امبارح بالليل، وكان بيتكلم في التليفون مع الحكم دار، وقال له ان مفيش اي حد منهم عليه اي حاجه فيما عدا ليفي كوهين اللي مش معروف له اصل ولا فصل ولا حتى له ملف. علشان كده ال4 التانيين ممكن يخرجوا النهارده. طب وليفي؟ يظهر يا فندم ان موقفه حساس شويه. ليه؟ سيادتك عارف عصابات تهريب الفلوس في البلد شغاله بشكل ما يخليش البوليس ينام. ثم ايه؟ هما مش عارفين ده مين يا فندم، والحكايه دي مجنناهم. كل اللي قالوا انه اسمه ليفي كوهين وبس، غير كده مش معروف له شغلانه ولا اهل ولا قرايب، ولا حتى اليهود الممسوكين معاه يعرفوا عنه اي حاجه. ولا انا يا فندم اعرف ده مين. ما عندكش فكره هما ناويين يعملوا معاه ايه؟ كل اللي يقدروا عليه انهم يرحلوه على اي اسم من الاقسام. اسم ايه اللي هيترحل عليه؟ دلوقتي ما عنديش فكره يا فندم، انما الله، انت مش ضابط بوليس يا اخي؟ ايوه يا فندم، بس خلاص لازم تبعدوا عن اقسام السيده ومصر الجديده والجيزه والزيتون باي شكل يا فندم. خليهم يرحلوه على اسم الازبكيه. مش لازم يغيب عنك لحظه واحده يا مجدي. لما يترحل هناك دخل معاه حد التخشيبه. عايز اعرف اللي بيحصل له واللي بيحصل منه بدقه شديده جدا. خليك على اتصال بيا في كل خطوه. هو جاسوس الساعة دي مش مظبوطة. بتقدم ولا بتأخر؟ أنا لما جبتها لك كانت بتأخر، وقلت لي عايزة ماس ولا طشت البريزة واديتهاني زي ما هي. أنا لما اديتها لك كانت ساق سليمة يا أم محمود. يوه ما هي عندك أهي، هو أنا يعني هتبلى عليك ولا هتبلى عليك؟ طيب استنى ما تاخديها معاكي. حاضر. إبراهيم الحمد لله على السلامة يا إبراهيم. الله يسلمك يا ست محمود. هما سابوك امتى؟ امبارح الصبح. يا اخويا سيبك من وجع القلب ده، ما انتم عايشين معانا في امان الله. مالك انت بس ومال بتوع الانابل اللي ينشكوا في نن عينيهم دول؟ أنت عايزة تاخدي الساعة وتتكلي على الله تشوفي مصلحتك، ولا عايز تاخدي وتدي وتتسيري معاه في الكلام؟ الساعة اللي بتأخر يا إبراهيم. انا عينيا يا ام محمود. ان شاء الله تنشك في نن عينك يا واد، ولا كبرت وعرفت تبصبص. نعم. قلت شوف الساعة دي يا سوس تسوى كام؟ صباح الخير. صباح النور. كنت فين لغاية دلوقتي يا سارة؟ كنت بجيب الخضار للماما، وبعدين وانا جايه عديت على الازبكيه على كيتي. كيتي؟ يبقى تلاقي عايز تتنضف. مش لما اشرب الشاي الاول؟ انا لسه ما فطرتش. 40 قرش. 40 قرش؟ حرام عليك يا مفتري، ده انا شاريها منك بجنيه ونص من شهرين. شهرين 110 استهلاك. ايه الاخبار؟ رحلوه على اسم الازبكيه. ما قدرتيش تعرفي حاجه؟ كل اللي قدرت اعرفه ان هم هيعملوا له فيش وتشبيه. هيلاقوا حاجه. ازاي بقى؟ لما كان معايا في اسكندريه كان مدوخه، انا مش حكيت لك عنه؟ ايوه، بس لو ما عرفوش اصله مش هيقدروا يخرجوه. ما تخافيش عليه، المهم انت دلوقتي تاخدي له اكل وتروحي له. دلوقتي لا. ليه؟ انا بقول بعد الظهر احسن.
اشمعنى؟ يعني تكون في اخبار مهمه نقدر نعرفها. من مين؟ من اليوسباشي عدلي سليمان. ايه ده؟ هو في اسم الازبكيه دلوقتي؟ ورديته النهارده بعد الظهر. هتقدري تعرفي منه حاجه؟ عدلي بيحبني من ايام ما كان في ثانوي. طب شوفي بقى، اهم حاجه ممكن تعرفيها. الساعة وقعت في المية يا حاج، وقعت في المية. إذا كان عجبك تدفع 8 ساعة تحت أمرك، مش عجبك أنت حر. ها إيه الأخبار؟ رحلوه على اسم الازبكيه وهيعملوا له فيش وتشبيه. أنا كل اللي يهمني إنك تعرفي عنه كل حاجة يا سارة، كل حاجة وأي حاجة. انت ليه مش عايز تصدقني؟ اسكت أنت يا حبيبي. بقول لك لما كان معايا في اسكندريه أنا مش مستريح للي أنت شفته في اسكندرية ولا للي حصل من يومين. الجدع ده مش داخل دماغي. عموما انا هروح له النهارده بعد الظهر في القسم واودي له اكل. واشمعنى بعد الظهر؟ اصل الضابط عدلي سليمان نبطش النهارده. مش عدلي ده اللي كان بيحبك؟ كان ده ايه بقى؟ برافو يا سارة. أنا عايزك تفتحي ودانك كويس قوي. دي فرصة مش هتتعوض. عايزك تعرفي له منه كل حاجة، كل حاجة وأي حاجة. أنا حاسس إن الجدع ده وراه شيء مش طبيعي.